الوعي الذكوري، الحلقة رقم 1. أول حاجة يعني إيه الإطار الذكوري؟ هو الحد اللي بحكم بيه حياتي. الراجل اللي عنده إطار قوي هو اللي بيحدد قواعد اللعبة، مش بيتأثر بآراء الناس. إطارك هو قوتك، هو اللي هيديك الثقة. لو الإطار ده ضعيف هتكون تابع للأحداث وللناس، إنما لو كنت قوي حتى لو كنت لوحدك. عشان كده سيطر على نفسك. أكبر قوة للراجل السيطرة على نفسه. بمعنى ايه؟ انك تتحكم في مشاعرك، مش مشاعرك هي اللي تتحكم فيك. طول ما انت متحكم فيها انت هتفضل ثابت، مش هتتهز ابدا. العالم بيحترم الراجل اللي بيصنع نفسه بنفسه. المجتمع والناس بتحب الراجل اللي جايبها من تحت الصفر. انه يبقى غني ده اطار ذكوري قوي جدا. انت مثلا جاي من طبقة وغيرك جاي من طبقة، انت فقير والشخص التاني ده غني، انتوا الاتنين نجحتوا زي بعض، بس انت حرفيا جايبها من تحت الصفر. هو الصفر بتاعه يمكن من كام مليون اهله سابهم له، بس مين فيهم اطاره الذكوري اقوى من التاني؟ طبعا اللي كان جايبها من تحت الصفر، اللي بنى نفسه بنفسه من غير حد جنبه. الراجل عامة الذكوري مش هيحتاج حد يبقى جنبه، هو بيعمل كل حاجة لنفسه ولنفسه. محدش يقدر يقرب منه او يقلل من اطاره الذكوري. ازاي تبقى راجل؟ قوامة، وتاخد قرارات، وانك تكون مسيطر على كل جوانب حياتك، سواء بقى في الشغل او انك تعمل جسم كويس، تهتم بشكلك. الشكل ده ليه حلقة لوحده هتكلم عنه. مش هتحتاج انك تقرب لحد، كل الناس هتبقى عايزة ان هي تقرب ليك. انت مش هتحتاج انك تروح تتعرف على واحدة، هي هتجيلك لحد عندك عشان انت راجل وعندك حياة. الراجل يا جماعة طول ما هو عارف قيمة نفسه كويس ومش مات على حاجة معينة. زي مثلا لو انت مرتبط ببنت بتحاول انها تختبر اطارك الذكوري وتحاول انها تتهاون مع اطارك الذكوري، ده اسمه شيت تيست. البنات دايما بتعمله. هتجرب تعمله معاك ازاي؟ هتحاول دايما ان هي تقول قرار وعايزة انك توافق عليه بالعافية، وتقنعك بيه كمان بالعافية، بس عشان خاطر تسمع كلمة ماشي. ده مثلا حاجة تانية. هتجرب مرة تلاقيها اختفت يوم يومين ورجعت تاني. هتشوف انت الفترة دي هتعمل ايه؟ هل هتجري وراها تقول لها ايه ده انت روحتي فين؟ هل هتحسسها بغيابها، ولا هتسيبها خالص تكمل في اللي هي فيه وانت كمان تكمل حياتك وتعيش في شغلك وتتسهل فيه وتنزل الجيم وتكمل اليوم عادي جدا؟ هي بعدها هتلاقيها جاتلك وكلمتك، قالت لك عامل ايه، وحشتني، مسألتش عني ليه اليومين اللي فاتوا، انا كنت تعبانه جدا. انت طبعا عشان راجل وفاهم وعارف هي بتعمل ايه بالظبط، هي ساعتها بتفهم انك محافظ على اطارك الذكوري ومش فارق حاجه معاك، ولا حتى هي فارقه معاك. ساعتها الست بتغضى عليك لانها خلاص حست بالامان معاك. عشان كده دايما بقول اوعى تتعامل مع خطيبتك او مراتك او اللي مرتبط بيها انها امك وتحكي لها كل حاجه حصلت، مثلا موقف معين ومعرفتش اتصرف. اوعى تعمل ده. انت راجل وقعت في مشكله، حلها، وبعد ما تحلها اتكلم فيها عادي وتقول انا حصل 1 2 3 في الشغل وحلتها بالطريقه دي انا هنا بعرفها اني كنت في مشكله وحلتها. ده بيترجم في مخها على طول انك راجل وهتحس بالامان معاك. انما لو عملت العكس هتخاف انها تبقى معاك. هتفكر دايما طب لو احنا متجوزين وحصل مشكله او موقف زي ده هيعمل ايه؟ مش هيعرف يتصرف. اطارك الذكوري مبقاش موجود، اختفى. وخلي بالك الشيت تيست ده ما بيتعملش مره، ده بيتعمل كذا مره وعلى فترات من جانب للتاني. هتلاقيها بتحاول انها تعمل لك شيت تيست تشوفك انت زي ما انت ولا اتغيرت. انا هنا مش بتكلم عن الامان عن جسمه او سلطته، انا بتكلم عن روحه وقدرته على تحمل المسؤوليات. الموضوع مش بيتوقف عن الهيبة او السيطرة، بيتعلق بمساحة من الثقة والامان. هي نفسها هتبقى اهدى ومستقرة طالما عارفة انها مع راجل. من قريب شفت بوست واحدة منزلاه، بنات كتير كانت مشهورة، بيقول ان جو الاستقلالية والشغل والكارير ده هيتبخر اول ما تقابل راجل فعلا يعتمد عليه. وده فعلا حقيقي. البنت اول ما تعرف انها مع راجل مش هيفرق معاها بقى ولا كارير ولا الكلام ده كله هيروح. طالما هي مع راجل هتهتم بيك وتهتم ببيتك وعيالك وهتخضع عليك. الست مخلوقة عشان تخضع للراجل، الست مخلوقة عشان تبقى تحت سيطرة الراجل. الستات مخلوقة كده، جيناتهم كده. النقطة التانية الغموض ده جزء من اطارك الذكوري. بمعنى ايه؟ السردية الانثوية خلت عقول الرجالة انهم بيتعاملوا بعقلية انك تبقى على طبيعتك مع الست، انك بتشاركها كل حاجة في يومك. بيفهموك ان الصدق ده بيبني اتصال بين التفاهم بينك وبينها، ولكن العكس. البنت دايما بتحب الجمود في العلاقة عشان هي مخلوق عاطفي.
انك تبقى واضح بزيادة ده بيقلل من قيمتك ويبوظ العلاقة. للأسف المجتمع دايما بيحاسبك على الوضوح. الصراحة لما بتخلق الغموض بتاعك هي بتعمل دور المحقق والمكتشف في حياتك، وتحاول هي تعرف عنك كل حاجة، تراقبك وتراقب تصرفاتك. صدقني هي كل يوم عندك على الاكونت، بتشوف انت بتكلم مين بيعمل لك لايك، مين بيعمل لك كومنت. بس هي عمرها ما هتيجي تقولك ان هي بتعمل كده علشان انت ما تحسش او تديك اتنشن زيادة. انت لما بتبقى كتاب واضح بالنسبة لها انت كده بتحرمها من ان هي تقعد تفكر انت بتعمل ايه. هل ده بقى هيخلي الست تحبك؟ انت نفسك لما تحجب كل ده عنها، عن التعبير عن المشاكل، عن اي حاجة انت بتمر بيها سواء من صعوبات او حتى عن مشاعر او حتى عن مشاعره، ده بيغذي عند خيال الست، بيظهر ليه على طول انك شخص يعتمد عليه. هي دي العلامة الذكورية، لانك دايما لازم تحير المرأة. خيال الست حول قوة الراجل العاطفية من غموضه العاطفي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل ما يكشفش بسهولة عن مشاعره، لازم تبقى متماسك وهادي في المواقف اللي ممكن تهز غيره. ده بيخلي الست بيخلق نوع من الفضول والانجذاب. هتسأل نفسها هو خفي عني ايه؟ هو ضعيف ولا بيخفي ده؟ او شخص قوي فعلا ولا بيمثل ده؟ هتحاول دايما هي تكسر كل ده زي ما قلت لك من الشيت تيست، ولكن انت فاهم اللعبة وانت زي ما انت مكمل عادي. وده على فكرة جزء من رومانسية الغموض، لان الانسان بطبعه بيميل لاكتشاف ايه اللي ورا الاشياء، خصوصا في العاطفة لانها مرتبطة بالامان والاحتواء والاثارة كمان. النقطة اللي بعد كده، الغموض ده بيوحي بالقوة، لانه بيوحي بالسيطرة على الذات، يدي احساس بالثقة وعدم الحاجة لاثبات المشاعر بالكلام، ويوحي كمان ان الراجل ده مر بحاجات صعبة كتير. هو ده جزء من الانجذاب العاطفي. الراجل الصامت قليل التعبير. اخر حاجة عايز اقولها ان الرجولة قيمة مكتسبة، اما الانوثة قيمة فطرية. الست قيمتها في انوثتها، في قدرتها على الانجاب. فالست مولودة مرغوبة في المجتمع، اما الراجل فهو على ارض الواقع هو غير مرئي. قيمتك كراجل مش بتتمنح ليك، انت بتبنيها لنفسك. عشان كده دايما بقول لازم تثبت نفسك في العالم، محدش هيعترف بوجودك، والناس بيهمها دايما النتيجة. محدش هيعترف انك بتحاول كل يوم بتحاول، محدش هيهتم انه يشوف او يعرف ده. المجتمع بيقيم الراجل بناء على القيمة اللي بيضيفها لفلوسه، قوته، قيادته، استقلاليته، مش فلوس بس ولا قوة بس. الرجولة انك تفرض النظام على حياتك، مش انك تبقى تابع للظروف وبس. ودي كانت نهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.